في يوم عادي جدا، ما كانش فيه أي حاجة مميزة ولا حتى صدفة تستاهل حكاية تتحكي. لكن أحيانا أبسط اللحظات بتكون بداية لقصص عمرها ما كانت في الحسبان. تخيل تقابل شخص مش المفروض يكون ليه أي تأثير في حياتك، لكن مع الوقت تكتشف إن وجوده بقى حاجة أساسية، حاجة ما تقدرش تتخيل يومك من غيرها. قصة النهاردة مش مجرد قصة حب، دي قصة مليانة أسرار، مشاعر متخبية، وحقيقة ممكن تغير كل حاجة في لحظة. جاهزين تعرفوا الحكاية؟ يلا بينا نبدأ قبل ما أطول عليكم. نور، انت يا بنت، فينك؟ أنا هنا يا بابا، في ايه؟ لميتي كل حاجة؟ اوعي تنسي الورق بتاعنا، لميه كله. اه يا بابا، لميت كل حاجة. بس انا بابا والله حزينة، حزينة قوي يابا، عشان هنسيب قريتنا وجيراننا والمكان اللي ترعرعنا وربينا فيه، وهنروح لمكان ما نعرفش فيه أي حد. معلش يا بنتي، دي سنة الحياة، هنعمل ايه؟ هنا يا بنتي خلاص اتقطع عيشنا. الحمد لله على كل حال يا بابا، أهم شيء إنك تكون بخير، أي حاجة تاني تتعوض. المهم، رجلك عاملة ايه دلوقتي؟ بابا مسك عكازه واتكلم بنبرة فيها حزن. أهو يا بنتي، لسه الوضع على ما هو عليه. تعالي بس، تعالي اقعدي جنبي عايزك. قعدت جنب بابا بسمع له بكل اهتمام. اتفضل حضرتك، في ايه؟ أنا يا بنتي مش عارف أعمل ايه. بعد الحادثة اللي أنا عملتها في الشغل، مفيش حد هيرضى يشغلني وأنا بالعكاز. جيت أقاطع كلام بابا، وقفني وكمل كلامه. أنا يا بنتي مخبي مبلغ عشان الطوارئ، أهو جه دلوقتي وقته. وكمان الفلوس اللي ادهاني صاحب الورشة بعد الحادثة. أنا قررت يا بنتي هفتح ورشة في المكان اللي احنا مسافرين له، بس المشكلة هتبقى في إنه أجيب صنايعي شاطر أمسكه الشغل، ويكون واد جدع كده وابن سوق. أنا رديت على بابا بكل ثقة، وأنا متأكدة من الخطوة اللي أنا هاخدها دي. عيب عليك يا اسطى تقول الكلام ده وأنا هنا؟ ولا أنت نسيت أنا شربت الصنعة من مين؟ ومين المعلم بتاعي؟ ده حتى دراستي في الميكانيكا يا حاج. من النهاردة أنا ابنك مش بنتك. مش طول عمرك يا أخوي مربيني على إني ولد، جيت في دي واعتبرتني بنت؟ أنا يا حاج مش بنت. بابا بصلي كده واتخض، يعني إيه اللي انت بتقوليه ده؟ أنا يا بابا من النهاردة الواد اللي ربنا ما اداهولكش. بابا قال لي: ايه الجنان اللي بتقوليه ده؟ أنا هخليكي تدخلي السوق؟ أخليكي تدخلي سوق الرجالة بإيدي؟ لا يا بنتي. اسمع يا بابا، اسمع يا حبيبي، والله ما تخاف عليا. المكان اللي احنا رايحين له ده مفيش حد يعرفني. وقفت قدامه ولفيت، قلت: بص يابا، انت شايف ايه قدامك دلوقتي؟ كنت لابسة لبس واسع جدا، بنطلون نازل للأرض وواسع، وتيشيرت اوفر سايز، ولما شعري في الكاب. بابا تبسم وقال: انا يا بنتي في اللحظة دي شايف عبد قادر. ها يعني قدامك ولد؟ فضلت من هنا لهنا لحد ما أقنعت بابا. سمعنا صوت العربية النقل جه، سندت بابا ونزلنا. جيراننا ساعدونا، شلنا العفش أو شوية العفش اللي عندنا، وقفلنا بيتنا اللي فيه كل ذكرياتنا. ركبت بابا جنب السواق ياخد راحته عشان رجله المريضة، وركبت أنا وأختي في العربية ورا. ودعنا أهلنا وجيراننا وانطلقنا لوجهتنا الجديدة. نسيت، معلش يا جماعة سامحوني، نسيت أعرفكم على نفسي. أنا نور السيد حنفي، عندي 20 سنة. بنت ممكن تقولوا عليها جميلة، لأ، جميلة كتير. طولي 175، بشرتي بيضة مع جسم رياضي بحكم الرياضة اللي أنا بمارسها. بشرتي بيضة بس مع الشمس والتعب بقت غامقة شويتين.
شعر طويل لونه عسلي بس على طول مخبياه تحت الكاب، لون عيوني زمردي. بنت أكبر قسطى ميكانيكي فيك يا طنطا. عندي أخت أصغر مني ب10 سنين، اسمها نيرة. ماما توفت الله يرحمها وهي بتولدها. بابا فضل حاضن علينا، حلف ما يتجوز ولا يدخل علينا حد غريب. احنا 3 أشخاص بروح واحدة، بنجتهد عشان نرضي بعض. أنا من صغري مش بحب ألعب بالعرايس، لا 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 لا، كنت بلعب بقطع غيار السيارات. شغفي كله كان إني أفكك موتور، أنفخ على عجلة، لدرجة إني اعتبرت نفسي دكتورة بتعالج العربيات. ما تضحكوش عليا، أنا فعلا بحس كده من صغري وأنا لازقة في أبويا، لحد ما شربت الصنعة منه. وبعوني الله، بعوني الله مفيش عربية تعصلج قدامي. هوايتي المفضلة ألم قطع الغيار السيارات. ناس تلم طوابع بريد وأنا على طول بلم قطع الغيار. عملت دبلوم ميكانيكا سيارات، ودي كانت آخر سنة ليا. بابا كان شغال في أكبر ورشة في طنطا. في يوم وهو شغال وقعت عليه العربية اللي كان تحت منها. كانت الإصابة خطيرة لدرجة ما بقاش يقدر يمشي من غير عكاز، ولو عايز يمشي من جديد لازم عملية ب350,000 جنيه. واحنا واحنا ما معناش حتى ربع المبلغ ده. صاحب الشغل خد بابا على المستشفى وساب له مبلغ بسيط ما يكفيش حتى العلاج، وما سألش فيه تاني عشان بابا مش متأمن عليه. الناس على فكرة لما تشوفنا تقول إن دول ناس فقراء قوي، بس احنا والله حامدين ربنا وشاكرينه، وبنحس إن احنا أغنى خلق الله باللي معانا. وبعد كل ده قررنا نسافر على اسكندرية ونبتدي حياة جديدة في مكان جديد، لعل وعسى ربنا يكرمنا ونجمع المبلغ بتاع العملية بتاع بابا، وهو منها نكون قريبين من المستشفى اللي بابا هيعمل فيها العملية. واحنا بنتكلم كده أنا وبابا سمعنا إن عربية النقل جت قدام الباب. سندت بابا ونزلت بيه تحت. جم جيراننا كتر خيرهم، نزلوا معانا شوية العفش اللي حالتنا، وركبت بابا قدام جنب السواق عشان ياخد راحته عشان رجله المريضة دي. وركبت أنا وأختي في العربية جوه ورا، عشان مسافرين واحنا بنبص على الطرقات وعلى الأماكن اللي عمرنا ما زرناها. احنا من صغرنا واحنا عايشين في القرية دي. بابا كان بيسافر لطنطا يوميا يروح يشتغل ويجي، واحنا في قرية صغيرة كده، قرية مش موجودة حتى في الخريطة، بس الحمد لله ناسها كويسين، وناسها لسه فيهم اللي بيقول إن الجار لجاره، وإن لو وقع حد التاني يسنده. في حق الله من ساعة ما تعب أبويا وهم واقفين معانا وقفة رجالة. المهم واحنا ماشيين في الطريق عمالة أفكر، وتفكير ياخدني وتفكير يجيبني، هعمل ايه؟ ويا ترى اللي أنا قررت أعمله ده هيطلع بإيه؟ هل الناس هتتقبلني ولا لأ؟ ممكن يعرفوا إن أنا بنت، وساعتها مفيش حد هيجي للورشة وهو عارف إن بنت هي اللي بتصلح السيارات. أصل عالم الرجالة مفيش يما ارحميني. المهم واحنا كده وصلنا على اسكندرية، ابتدينا نبعد عن الأماكن الكبيرة والفخمة وندخل في إيه؟ في أماكن شعبية، لحد ما وصلنا للوجهة بتاعتنا. مكان صغير، مكان شعبي بامتياز، ممكن تقولوا عليه إنه حي صناعي صغير في كل المهن والحرف اللي تعرفوها واللي ما تعرفوهاش. وصلنا للمكان اللي احنا فيه، نزلت بابا ونزلنا. فجأة كده تلموا علينا كل شباب الحارة. أنا خفت. في إيه؟ اللي يقول لنا حمد لله على السلامة، واللي يساعد يشيل حاجة،
واللي بيطلع في السلالم. أنا انبهرت، إيه ده يا جدعان؟ لسه في ناس جادعة كده. اتعرفت على الشباب دول وقلت لهم نور السيد حنفي، وأنا بدخن صوتي كده بتحكم فيه عشان محدش ياخد باله. وفعلا الرجالة دي محدش خد باله. سلموا عليا وتعرفت عليهم وطلعنا حاجتنا لفوق وقضينا ليلتنا الأولى في بيتنا الجديد. نسيت ما قلتلكمش، البيت اللي احنا دخلنا له ده كان أكبر من شقتنا القديمة، فيه 3 غرف وصالون وحمام ومطبخ، والورشة هتكون تحت البيت في نفس المكان اللي احنا فيه. بس للأسف ما عندناش العفش اللي احنا هنفرشه في الشقة دي كلها. أي نعم الشقة كبيرة وشرحة وبرحة، بس للأسف يا دوب عندنا المطبخ وكم قطعة كده، كم بطارية هننام عليهم الليلة دي. جهزت عشا خفيف كده وقعدنا بناكل. بابا بصلي كده وقال لي معلش يا بنتي، معلش يا حبيبتي، همرمطك معايا بس والله غصب عني، قولي بس انتي لأ، وانا مستعد ان انا اعمل اي حاجة وما سيبكيش تتمرمطي. مسكت ايد بابا وقلت له ما تقولش كده يا بابا، عيب عليك، ما انا طول عمري شقيانة وبحب اشتغل. يا عم ده انا حتى النقاشة اشتغلت فيها. يا بنتي انا عارف، بس كده انتي كنت في قريتنا وسط ناسنا، كله عارفك، محدش يتجرأ عليكي. بس هنا انا ما اضمنش حد هنا. يابا بس فكك انت من الكلام ده، معلش، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا، وبعون الله بعون الله انا ما بعملش حاجه غلط. انا لو كنت ماشيه بطال ربنا مش هيتمم لي على خير، بس انا غرضي شريف وكل قصدي ان انا اكل لقمه عيش بالحلال. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليك ليا يا حبيبتي ويسترها معاك. جت نيرة واختي وهي مش فرحانه خالص، زعلانه كده كده، عمالين تحضنوا بعض وتحبوا في بعض وانا لا يعني، غيرانة يا عيني عشان حضننا بعض. جبناها وحضننا حضن ثلاثي كده، حضن عائلي. بص كده بابا وقال لي عودي يا حبيبتي، عودي يا نور، ركز معايا يا حاج، انا ابنك مش بنتك، لازم تاخد على الموضوع ده. انت شكلك هتفتحنا يا حاج، انت شكلك هجيب لك ست كده من اسكندرية واجوزك وارتاح منك. تجوزيني خيبك؟ تعالي تعالي بس. قعدت جنب بابا اما طلع الفلوس من شنطة. بصي يا بنتي، كل اللي حيلتنا اهو، هتجيبي منه كام حاجة للبيت كده عشان نفرشها، حاجة بسيطة يا بنتي، وتجهزي الورشة تحت وتبتدي بسم الله. بصيت لبابا وقلت له ياه، ده الخير والبركة يا حاج، ده الفلوس دي بص هيفوض لنا منها ان شاء الله. وانا جوايا بقول يا ترى يا رب فعلا الفلوس دي هتكفي ولا هيحصل ايه؟ المهم تاني يوم انا واختي قمنا وعمالين ايه، نسيق في الاوض نجهز نفسنا، عشان قلت بعد ما نخلص هنا اروح لاي سوق هنا بيبيع حاجات قديمة وعفش قديم، اشوف لي كام قطعة لغاية ما ربنا يكرمنا. وفعلا ده اللي حصل. نزلت انا واختي عشان نسأل لو في سوق قريب من هنا، اسأل الولاد بتاع امبارح اللي كانوا بيساعدوني. ما انا اتعرفت على كام واحد فيهم وكلهم عرفوا ان انا ولد فجرأوا عليا، يعني محدش خاف مني. وانا نازله ماشيه عشان اشوف اي حد اساله، فجاه كده حسيت ان في ايد مسكتني من دراعي. انا خفت، انا الصراحه اترعبت، يعني مين هيتجرأ ويمسكني؟ لفيت كده الاقيها قدامي، نور، والله انتي نور. انا عماله اقول بصي انا بقالي 5 دقايق بقول دي نور، لا مش نور. انا بصيت لها وشفت ساره، انت بتعملي هنا ايه؟ اعمل هنا ايه؟ يو يخيبك،
ما تعرفيش إن أنا اسكندرانية ولا إيه؟ يا بنتي أنا اسكندرانية. يا بنتي يا سارة وعقلي دفتر. أنت كنت بتيجي عند جدتك في طنطا، أنا فاكراكي من جنبنا. استنوا أقول لكم، سارة دي صديقة الطفولة، رفيقة الدرب. بس طريقة التعارف بتاعنا واحنا صغيرين هتموتكم من الضحك. كانت بتيجي كل عطلة أو كل أجازة في المدرسة، بتيجي عند جدتها هنا في طنطا. فكانت كل ما تشوفني البت يعني كانت بتكرش عليا، فاكراني ولد. مرة عن مرة، ففي السنة اللي بعد التعارف بتاعنا ده قررت إنها تتشجع وتعترف لي بحبها. أول ما قالت لي إنها بتحبني، أنا أنا وقعت في الأرض بالضحك، ولميت عليها ولاد الحارة كلهم واضحك، وشلت الكاب من على شعري لغاية ما نزل شعري قدامها. البنت عيني اتصدمت وقعدت تعيط وجريت. عدى شهرين أو 3 ما شفناهاش في الحارة عندنا. بعد 3 شهور رجعت تاني، فأنا صعبت عليا يا عيني ورحت عشان أعتذر لها. لما رحت أعتذر لها قالت لي بص، يوه بصي، أنا كنت ناوية ما كلمكيش تاني في حياتي وهتفضلي جرح الطفولة، بس بعد ما جيتي واعتذرتي خلاص سماح. ومن ساعتها فضلنا صحاب، بس صحاب من بعيد لبعيد، يعني كل ما تيجي كل أجازة احنا مع بعض. خلاص تروح الأجازة ما شوفهاش تاني، لدرجة ان انا معرفش ان هي ساكنة فين. المهم نرجع ليومين الحالي. انت رايحة فين يا نور؟ وايه اللي جابك هنا؟ يا بنتي ما احنا لسه انتقلنا، لسه جايين امبارح. شفت الورشة اللي هناك؟ اه في ورشة قالوا هتتفتح جديد. بتاعت مين دي؟ بتاعتنا يا سارة، بعد اللي حصل مع بابا. وقمت حكي لها كل حاجة، وحكي لها احنا طالعين دلوقتي فين. يا بنتي انت بصي، انت وقعتي من السما وانا استلقفتك. بتقولي ايه يا سارة؟ تعالي بقى معايا. انت عايزة فرش؟ يوه يخيبك، عايزة تفرشي الشقة ومختارة وعبد سلام هنا؟ مين عبد سلام يا سارة؟ اسكتي. عبد سلام ده قصة طويلة قوي يا بنت، احكيها لك بعد، وبعدين ليه ما احكيها لك دلوقتي واحنا ماشيين في الطريق. عبد سلام ده ابوه عنده اكبر محل للموبيليا المستعملة، تاجر يعني يا اختي في السوق. ومن ساعة ما فتحت الكوافير بتاعي هنا في المنطقة عندهم، هو يا اختي بيكرش عليا وانا عاملة فيها عبيطة. بس جه يوم والنهاردة يوه يكرش عليا على الفاضي، وربنا اللي نفضه النهارده. انتي بتقولي ايه يا سارة؟ ايه الألفاظ دي؟ استنوا اقول لكم سارة شكلها عامل ازاي. شكلها الصراحة مزة المزاميز، بت، انما بت. شعر لون برجندي، عيون عسلي، جسم متناسق، كل حاجة في مكانها. وهي كوافيرة زي ما انتوا عرفتوا، فاتحة صالون هنا. بس المهنة بتاعتها الأساسية ميك اب ارتست. بس انا الصراحة مش عارفة اقولها لكم ازاي، انا هشرح لكم وانت فهموا. انا ماليش في حاجات البنات دي. المهم انها بتعمل مكياج للممثلين والممثلات، يعني مكياج سينمائي. ما علينا. قالت لي تعالي معايا، ووصلنا فعلا لمحل كبير فيه كل ما تتخيلوه: مطابخ، سراير، دواليب، مكاتب، فيها من الإبرة للصاروخ. أول ما دخلنا الواد أول ما شافها يا عيني قام بيجري. المحل نور، والنعمة المحل نور. تأمريني إيه يا ست البنات؟ ما يأمرش عليك عدو يا أخويا. نور ابن عمتي لسه جاي جديد عندنا في المنطقة. خلي بالك، لو نور ده زعل أنا أزعل، نور ده فرح أنا أفرح. أصل يا أخويا ما تعرفش، لما كنت صغيرة كنت أحبه. عبد السلام أول ما سمعها بتقول كنت بحبه، بص لها بصة كده كأنه هيجي يخنقني أنا. بس يا أخويا لأ، دلوقتي بقى زي أخويا. الواد أول ما قالت زي أخويا ضحك. وإحنا تحت أمر ست البنات وابن عمتها، أؤمروني. الأمر لله يا أخويا، هما لسه جايين جديد ومن بعيد قوي، وما عندهمش عفش
واحنا عايزين نفرش الشقة. نفرشها وما نفرشهاش ليه يا ست البنات؟ اتفضلي اختاري. البت سارة دخلت المحل وعمالة تقول له ده وده 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 وده، وانا عمالة اقول يا لهوي يا خرابي يا رابي اجيب الفلوس دي كلها من وهنغص فيها، وهي تقول لي اسكتي، وانا اقول لها كفاية وهي تقول لي اسكتي. وصلت لأوضة غرفة الأطفال، جايبة سريرين ودولاب وتسريحة. سارة، أنا وأختي بننام على سرير واحد. أنا بقول لها كده عشان توقف، عشان أنا خفت إنهم يقلعونا هدومنا في المحل ده. تخيلوا معايا إنها فرشت الشقة كلها، وفي الآخر لما جينا ندفع المبلغ كان تافه. المبلغ اللي معايا يعني مش هتتخيلوا، أنا انبهرت. وفعلا دفعت كل حاجة وأنا مبسوطة وفرحانة، وقلت يا ما أنت كريم يا رب، هيفضل لي فلوس عشان أجهز الورشة. قلت لها بس يا سارة تعالي نشوف عربية ولا حاجة عشان ننقل الحاجات دي. تنقلي ايه تنقلي ايه؟ اسكتي اسكتي هتلقطيني، مش انا قلتلك قبل ما ندخل هنا اي حاجة اقولها متناقشنيش؟ اسكتي وتعلمي. عبد سلام. نعم يا ست البنات. الحاجة دي عايزاها تتلمع وتتنضف وتوصل لغاية الباب، لا وايه وتتفرش كمان. عيوني عيوني الاتنين. عمتي على فكرة متوفية، وعندي ابن عمتي ده واخته وجوز عمتي راجل صاحب عام. يرضيك هما يفرشوا وينصبوا الحاجة دي وانا ما يرضنيش يا ست البنات؟ انت بس حن علينا يا جميل. يو يا اخويا اسكت بقى، اسكت ابن عمتي هنا. وعمالة تتميع البت دي وانا عمالة انا ببص لها ومنبهرة. انا كنور منبهرة، مش متخيلة نفسي ان انا في يوم من الايام هكون كده، هكون بنت بالطريقة دي. لا 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 لا، انا مرتاحة في طوب الرجالة. وفعلا ما جاش اخر النهار الا والعفش جه. بابا بيشوف في العفش هو منبهر زي انبهاري بالظبط. هي بنتي كل ده جبت الفلوس منين؟ والله يا بابا ما عملت حاجة، سارة هي اللي جابت كل ده وبرخص التراب. سارة بصت له وقالت له يا عم ما تقلقش والله، طلباتكم أوامر، وبعدين ده عفش مستعمل يعني مش هنجيبه بألوفات كتيرة يعني، ما تقلقش انت يا حاج. قمت انا بص على بابا، قلت له بص يا حبيبي، احنا دلوقتي هنجهز الشقة، ما تنزل انت على القهوة اللي في الشارع هنا وتعرف على الناس، ومنها تشغل وقتك وما تبقاش وحيد، واطلع من اللي انت فيه يا بابا. ما تقلقش، ابنك هنا، ابنك راجل في ظهرك. بصلي بابا يا عيني عشان الرجالة كانت طالعة نازلة، فما قدرش يقول اياه. ماشي يا حبيبي، ماشي يا ابني، ربنا معاك. ونزل بالراحة عليه. وانا وسارة قعدنا مع الناس بنساعدهم. بعد ما خلصوا الرجالة واتكلوا على الله، سارة قالت ادينوا 5 دقايق وانا راجعة لكم. انا بقول هتروح هتعمل ايه؟ وفعلا شوية وكانت داخلة علينا وجايبة مقلات ضغطاب من الاكل. امها يا عيني شوية محشي، عاملة شوية محشي يستاهلوا صوابعكم. وانا فرحت الصراحة، بقالي كتير ما اكلتش محشي ولا اعرف اطبخه اساسا. وقعدنا يا عيني بناكل، وبابا شكرها. بصت لبابا وقالت له بص يا عمي، اللي اوله نور اخره شرط، ولا مش عارفه بيقولوها ازاي يا عم، وربنا ما اعرف. المهم علينا موضوع انك كل شويه تقول لي شكرا شكرا، فوفروا معلش، عشان انا هبقى واكله شاربه قايمه نايمه عندك هنا، عشان المحل بتاعي اهو قدامكم وبيتنا اهو وراكم، فمعلش يا حاج. بابا ضحك ولا وماله يا بنتي، بيتك ومطرحك وسط اخواتك. ماشي يا حاج. وصلت الساعة 10 بالليل، قالت له معلش يا حاج هستأذنك اخد معايا نور. قلت له يا ابو ما تقلقش، نام واستريح وخلي بالك من نيرة، انا هوصلها لبيتهم واشوف هي عايزة ايه وارجع. على فكرة بابا من طول عمره ما بيخافش عليا ان انا اخرج او حاجة، عشان عارف ان انا فعلا راجل، غير ان انا
بلعب رياضة من وأنا صغيرة، محدش يقدر عليا الحمد لله. واتحركنا ورحنا على بيت سارة. استقبلتني أمها وفرحت إن أنا جيت، وخدتني بالحضن وقالت لي معلش يا بنتي، ربنا يرحم المرحومة، أنا بقالي زمن ما شفتهاش والله يا بنتي، المشاغل والظروف، وأبوكي ربنا يشفيهولك يا رب، وأي حاجة يا بنتي تطلبيها احنا عنينا ليك. شكرتها وقلت لها الحمد لله مستورة ولله الحمد. بعد ما خلصنا دخلنا على غرفة سارة. تعالي هنا يا بيه. نعم يا سارة، عايزة ايه؟ انت بتخضيني كده ليه؟ هو انت فاكرة نفسك انك لما هتنزلي الورشة على انك ولد وتلبسي السلوبيتة وكده وتقعدي وسط الرجالة مش هيفهموا حاجة؟ بصيت لها واتخضيت، اتخضيت من اللي هي بتقوله. ليه يا سارة؟ هو انا للدرجة دي باينة؟ لا يا حبيبتي، انت مش باينة من بعيد، بس لما حد يقرب هتباني وهتباني اكتر. وايه المعمول يا سارة؟ لا يا حبيبتي، الحل بتاعك عندي، بس في شرط. ايه يا سارة، انت جاية تبتزيني هنا؟ عايزة ايه يا سارة؟ زوبة. زوبة؟ مين زوبة؟ اوعي تقولي لي ان عربية جدتك لسه عايشة. وحياتك هي توفت بقالها سنتين العربية، ما جدتي بقالها زمن متوفية ومركونة في الجراج، وانا بصراحة بحبها، اهو شايلاني مشوار كده لما اروح استوديو اشتغل ولا حاجة، شايلاني بقى. عايزة ايه يا سارة؟ عايزاكي تعملي لي زوبة وانا اعمل لك اللي انت عايزاه. بصي، بلاش ابتزاز عاطفي، قطع الغيار موجودين معايا بس، وربنا اللي تدفعي تمنهم، بس شغل ايدي يا ستي مش هدفعك تمنهم، وانا موافقة. ها المقابل؟ المقابل في الشنطة اللي قدامك دي. بصيت للشنطة باهتمام. فيها ايه الشنطة دي يا سارة؟ قامت فاتحاها ومطلعة منها شوية بواريك، الطويلة والقصيرة والمش عارفة والكيرلي والصفرة والحمرة والخضرة. ايه ده يا سارة؟ بس البواريك لو بصيت لها شعر حقيقي، يعني شعر حقيقي. نقت لي 3 قصيرين شبه شعر الرجالة وقالت لي تعالي هنا، وطلعت شوية حاجات وشوية ميك اب وكريمات. قامت مشطت شعري ودهنته كله كريمات لغاية ما لزقته في فروة شعري، وركبت الباروكة وظبطتها. أنا لما شفت شعري في المراية وربنا افتكرت إن أنا قصيت شعري. حطت لي شوية مكياج وطلعت شوية بندانات مش عارفة اشرحهم لكم ازاي، لفتهم على صدري لفة، يعني لدرجة ان صدري لزق في ظهري. وقالت لي دلوقتي تعاملي يا اختي، الشعر اللي انتي لابساه ده مش كل شوية هيتزحلق او كل شوية هتشيليه، ده هيقعد معاكي فترة، بس كل فترة تقلعيه وانا هعملهولك، ما تقلقيش، انا معاكي اهو على طول. وفعلا لما بصيت لشكلي بقيت ولد راجل بمعنى الكلمة. قلت لها تصبح على خير ورحت على بيتنا. تاني يوم نزلت على الورشة، فتحت الباب بتاعها وطلعت الصنفرة عشان صنفر الحيطة وادهنها، وبعدين اروح للسوق ابتدي جايب شوية حاجات عشان اشتغل. كلها شوية لقيت الولاد اللي كانوا بينزلوا معانا العفش بتاعنا جم عندي سلموا عليا. ازيك يا نور، عامل ايه؟ ها، تأقلمت شوية في الشقة وفي العيشة معانا؟ بص، لو محتاج اي حاجة احنا عنينا ليك. وفي ولد اسمه حسام جه يا عيني ومسك الصنفرة جنبي وقعد يساعدني في الحيطة، وفعلا دهنت الحيطة وظبطت الجراج. ومشيوا الرجال اللي كانوا قاعدين، فضل بس حسام ده. حسام نطق وقال لي لو محتاج اي حاجة يا نور انا اعتبرني زي اخوك الصغير. هو فعلا كان اصغر منه حسام. قلت له هبقى عايزك في حاجة واحدة بس. بصلي باهتمام. قلت له انا دلوقتي عندي قطع غيار كتير، بس اكيد محتاجة شوية ماتيريال على شوية قطع غيار كمان، وجهز بقى ايه
الورشة عشان ابتدي اشتغل. تعرف مكان زي ده اجيب منه حاجتي؟ بصلي وتبسم وقال لي أوي أوي، عز الطلب. أبويا الحاج مختار عنده أكبر محل لبيع وشراء في قطع الغيار والماتيريال وكل اللي انت تتخيله وما تتخيلهوش. قلت له بجد؟ قال لي اه والله. قال لي تعالى معايا. ركبت وراه على الموتوسيكل بتاعه، وانما راكب على موتوسيكل لو كنت في الشارع ده الصوت بتاعه، لو اشتغل الصوت بتاعه يتسمع في القاهرة. ضحكت وقلت يلا يلا، قسطة ومحتاج قسطة، يلا بينا. وفعلا رحنا وجبت الحاجة اللي أنا عايزاها وابتديت شغل بقى. عدى أول شهر، تاني شهر، وأنا قاعدة في الجراج عمالة أعد في الفلوس بتاع الشهر ده. بصيت عليها ولقيت إنها ما تكفيش حتى الفواتير والإيجار، ما بالك بالعلاج الطبيعي بتاع بابا. أساسا بابا أنا حاسة بيه ما بيروحش أساسا يعمل علاج طبيعي عشان بيستحرم يصرف الفلوس دي، وأنا عارفة إنه يا عيني مش عايز يقولي. فعمالة أقول دبرها أنت من عندك يا رب، يا رب. خلصت الحلول بتاعة الأرض، فضل بس حلول السما، فأنت قادر على كل شيء يا رب. وأنا لابسة العفريتة والكاب قلبها ورا، وإيدي كلها متعاصة بالشحم بتاع العربيات، ووشي متوسخ وضوافري سودة، وقاعدة مش هاممني ولا أي حاجة، بس بدعي ربنا. فجأة كده حسيت إن في عربية وقفت قدام الورشة. بصيت للساعة لقيتها 11 بالليل. ما هو الورشة بتاعتي البيت فوق منها، يعني وقت ما أقفل مش مهم. قمت بقى من المكان اللي أنا قاعدة فيه ورايحة أشوف مين. أبص لكم يا إخواتي على حتة BMW عالزيرو. بقيت بصلها وأقول يا رب أنا بحلم؟ هي العربية دي واقفة قدامي صح بجد؟ نسيت كل همومي. أصل أنا بعشق العربيات يا جدعان، معلش اعذروني. وأنا عمالة أتفحص العربية بعيني وبكل اندهاشة. العربية زيرو ما بتعملش صوت يا جدعان. فجأة كده اتفتح الباب وطلع منها واحد. أنا كنت فاكرة نفسي أنا طويلة 175 طلعت قصيرة قدام الشخص الكائن الهائل اللي هو نازل ده. وأنا طالعة من رجله من جزمته لغاية فوق، ببص الجزمة كوتشي أديداس على بنطلون جينز أزرق متقطع شوية تقطيع من اللي هي الموضة دي، طالعة لغاية ما وصلت البطن، تيشيرت سودا بس متجسمة على العضلات. وانا طالعة فوق، طالعة لغاية ما استقريت على عينين لونهم اخضر. وانا ببص باندهاش، وربنا يا جدعان حسيت بنفسي ان انا بنت في اللحظة دي. في اللحظة دي بالذات حسيت ان انا نور البنوتة مش نور الولد. مين ده؟ مين الكائن الهلامي ده؟ بصلي الواد باستنفار كده. ايوه يا اسطى، انت رحت فين؟ انا هنا اهو. اهو منبه في حاجه. العربيه بتاعتي سبحان الله جايين من سفر بعيد، دخلنا اسكندريه عندكم وقفت. لا وبالذات وقفت في الاماكن دي، وانا بسأل على اقرب ميكانيكي فاتح في اللحظه دي. في شباب كانوا واقفين هناك قالوا لي ان في واحد جوه، فشاوروا لي عليك وجيت، وقالوا لي انك شاطر، يا رب تكون فعلا زي ما وصفوك. وصل الموضوع لكرامتي لشغلي هنا. شلت السرحان اللي انا فيه، طز فيك انك مز وايه يعني، ما علينا. المهم انك جيت على كرامتي. قلت له انا بعون الله، بعون الله لو الموضوع ياخد ساعة في ايدي هياخد 5 دقايق. أوبا. ايه الثقة الزايدة في النفس دي؟ امال جربني انت بس.
بس هقول لك على حاجة، اللي أقوله شرط آخره نور. يتفضل يا شو اسمك؟ اسمي نور. وضحكت له بضحكة بليدة كده بلهاء. تشرفنا بيك يا نور. ها الشرط بتاعك قبل ما احط ايدي في عربيتك. مش انت قلت وقفت؟ انا هشغلها لك، بس المبلغ اللي هطلبه هتديهولي. وانا يا سيدي عينيا ليك، شغلها بس انت. رحت فتحت العربية، كبوت العربية، وبص الناس بتفحص بايديها، وانا عندي جهاز الاشعة في عينيا. بصيت كده 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 كده، قلت له محتاجة القطعة دي. ها انت بتقول ايه يعني؟ بس بصيت لها كده اكتشفت ان محتاجة القطعة دي. اه انا بقول لك انها محتاجة القطعة دي. والقطعة دي هنجيبها منين يا سنور؟ عيب عليك، وانا فاتح اجزخانة؟ ما انا فاتح ورشة والقطعة جاهزة. ركبها يا استاذ نور. بص انا في الاول كنت فاكرة ان العطل بسيط، بس دلوقتي محتاج القطعة. القطعة زائد شغل ايدي 1500 جنيه. وانا بقول له 1500 جنيه، فاكر ان انا بقول له مبلغ وقدره. الواد ما قدرش يمسك الضحك، ضحك ضحكة انا لسه محرجة منها لغاية دلوقتي، بس بانوا اسنانه اللولي. اخ منك اخ، انت بتضحك ليه؟ 1500 جنيه؟ اشتغل يا استاذ نور، اشتغل وانا هديك اللي انت عايزه. وفعلا قعد على الكرسي قصادي وانا بشتغل، والواد اللي صاحب العربية عمال يبصلي بطريقة مش مفهومة، طريقة مستغربة، مستغرب نفسه ومستغربني ومستغرب المكان. المهم تعالى يا أستاذ دور العربية. الراجل وقف وقال لي انت بتتكلم بجد؟ انت صلحتها خلاص؟ اه اتفضل دور عربيتك. دخل العربية وانا لسه فاتحة الكبوت وببص عليه كده. ها اشتغلت؟ قام عمل قمش للعربية وفعلا اشتغلت. الواد نزل وهو مبسوط. والله انا ممتن ليك جدا، عشان انا فعلا ورايا سفرية دلوقتي ومش هينفع اودي العربية دي واجيب واحدة تانية. مش هي. انا بصيت له اللي هو جيب واحدة تانية؟ هو انت عندك واحدة تانية؟ بقولها طبعا بيني وبين نفسي، هقولها له عشان ايه؟ يقول ان انا فقيرة؟ ما علينا. قال لي بس انت جدع وتستاهل تقلك ده. اما طلع فلوس رزمة كده متأستكة بأستك واداها لي. بصيت عليها وانا بقول له على فكرة انا عايز 1500 جنيه بتاعتي. بص له وبيضحك. طب معلش خد الفلوس دي. بصيت لها بعدين استوعبت ان دي كتير، دي فلوس كتير. يا دوب هقول له لا معلش دي فلوس كتيرة ومش عارفة ايه. شغل عربيته واتكل على الله. انا من الفرحة قفلت الجراج وطلعت بجري على ابويا. اول ما دخلت يا بابا يا بابا، بابا يعني اتخض وهو كان بيتفرج على الاخبار، نشرة الاخبار. اتخض. في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ حصل ايه؟ حد كلمك؟ حد قالك حاجة؟ لا يا بابا لا، بص فكك من الكلام ده. ورميت له الاستيك بتاع الفلوس. ايه ده يا نور؟ جبتيه منين يا بنتي؟ انطقي بسرعة. ايه يابا هكون سرقت حد مثلا؟ في واد جه بالعربية بتاعته وانت حكياله ايه اللي حصل. بابا قال لي يا ما انت كريم يا رب. اه لو الراجل ده عينة منه 3 عينات في الشهر بس هنبقى ناس مش محتاجين حاجة. على الله يا بابا ومال، قادر ربنا زي ما بعتهولنا يبعت لنا غيره. قمت ماسكة الفلوس دي وحطها فوق الترابيزة وقسمتها، وقسمتها دروس نيرة على العلاج الطبيعي بتاع بابا، على مصاريف البيت، وجزء خبيته مع الفلوس اللي كنت بعدها قبل ما يجي الراجل ده. وبوست ايدي ووش وظهر وقلت الحمد لله على كل حال. بابا قال لي ادخلي يا بنتي خدي دوش وغيري هدومك وتعالي كليلك لقمة. وفعلا ده اللي كان.
وعدت الأيام لغاية ما عدى أسبوع. بعد الأسبوع ده وأنا قاعدة في الورشة بتاعتي أنا وحسام عمالين نفكك في موتور. أصل حسام اشتغل معايا، قلت له أنا عايزة واد يساعدني في الورشة. قال لي مش هتلاقي أحسن مني. قلت له يا ابني أنت أبوك غني، أنت جاي تزاحمني في الورشة دي؟ قال لي والله العظيم الوالدي أنا ما يعجبوش العجب. كل ما أقول له أنا عايزة أعمل مشروع يقول لي أنا لما كنت زيك كنت بشتغل عند الناس، انتوا جيتوا لقيتوها جاهزة. فبكتر كلامه زهقني، فابتديت أشتغل في أي شغلانة لغاية ما أكون نفسي بنفسي. اتعاطفت معاه، قلت يلا فقير وأخوي الفقير هنشوف هيعملوا إيه. وبقينا فعلا صحاب. بس حسام بيبصلي على إن أنا كيوت، على إني واد منسون. هو ما بيقولها ليش، بس أنا حاسة بنظرته كده. دايما بيبصلي نظرة غريبة زي معظم الناس اللي أنا اتعرفت عليه. واحنا قاعدين في الورشة عمالين نفكك موتور، فجأة بنسمع صوت عربية قدام الجراج. شلت عيني سلو موشن كده، بصيت بورش كاين. بورش، أنا اللي بورس والله. عربية أحلامي يا جدعان، عربية أحلامي واقفة قدامي في حارة زي دي. أنا اتنفضت من مكاني، قمت أجري. أنا لو طلت أخدها بالحضن كنت خدتها بالحضن. اتفتح الباب، حذركم من اللي نزل منها. الواد بتاع العربية اللي فاتت، البي ام دبليو. البي ام دبليو. انا خلاص بقيت واقفة كده وبصله، بقول استر يا رب، استر يا رب. الواد جاي ياخد فلوسه، بس فلوسه اتصرفت. رحت عنده، قهوة سهلة يا بيه، عامل ايه؟ زي حضرتك؟ ها، العربية عاملة ايه دلوقتي؟ بصلي كده، وعليكم السلام يا نور، ازيك عامل ايه؟ لا العربية كويسة وكل حاجة. اوعى تكون جاية يا بيه عايز الفلوس، الفلوس اتصرفت. ضحك وقال لي لا يا نور انا مش عايز الفلوس، انا عايزك تبصلي على العربية دي وتقول لي ايه الخلل اللي فيها. قلت له احلف. الواد استغرب، بقول له احلف ليه؟ قال لي واو، وحلفك ليه؟ ما انا واحد جايب عربية وجاي لورشة ميكانيكا، هكون جاي ايه؟ اشتري بيتزا؟ بصيت له بكل بلاها وهرشت على قفايا. قلت له صحيح تصدق. باش يا بيه، هات مفتاح العربية. وانا بس نفسي امسك المفتاح بتاع البورش ده. قمت ماسكة المفتاح ورحت فتحتها وعمالة ابص لها من هنا، وفتحت الكبوت. المهم انطلقت. قلت له لا بسيطة، المرة دي ابسط من المرة اللي فاتت، محتاجة كذا كذا. قال لي ماشي يا نور، وانا مديك الحرية انك تشتغل فيها. راح للعربية بتاعته في الكرسي اللي ورا، طلع منها كيس وجي قعد في الكرسي اللي في الورشة. بصيت له كده لقيته بيطلع من الكيس بيبسي وشيبسيهات وبسكوت وحاجات، وحطتهم فوق الترابيزة الصغيرة اللي أنا بحط عليها الكوبايات بتاعة الشاي والحاجات دي. تعالى يا نور، بسم الله. شكرا يا بيه، تسلم، هم خلص شغل بقى. لسه الضحكة البلهاء على وشي، عادي على فكرة، عادي يعني. وانتوا لو مكاني على فكرة كنتوا هتعملوا كذا. الواد موز، الواد فعلا موز، هعمل ايه؟ ما علينا. ابتديت شغلي فيها بقى، قعدت يجي ساعة وانا بصلح فيها. خلصت وانا بمسح ايدي بالفوطة والدنيا بايظة معايا. كل ما يجي يلاقيني متزفتة، شحم العربيات عليا، زيت الموتور، ضوافر سودا. المهم جيت قعدت جنبه. يا بيه تشرب شاي ولا قهوة؟ ولا ده ولا ده يا نور، اتفضل انت خد الحاجات دي انا جايبها لك. شكرا يا بيه، تسلم. يا نور خلصت، روح دور العربية وبعون الله هتشتغل، وانا مش شاكك فيك والله. راح فعلا دور العربية اشتغلت. نفس الموضوع، طلع استك كده واداني وقال لي اتفضل يا نور. لا يا بيه والله مش مستاهلة على فكرة، انت اديتني الفلوس المرة اللي فاتت. لا والله يا نور، ده من حقك،
أنا فعلا على فكرة بعد ما أنت صلحت لي العربية رحت على الأماكن اللي بيبيعوا القطع الغيار المستعملة، ولقيت فعلا نفس السعر اللي أنت قلته لي هو اللي موجود. يعني أنت لا ما استغلتش الظروف، وباين عليك واد جدع كده وابن ناس وأمين. وأنا بحب الناس اللي زيك يا نور، وإن شاء الله بإذن الله مش هتكون دي آخر معاملة بينا. أنا فرحت بالكلام اللي هو قالهولي، سيبكم منه قال عليا أمينة وصادقة والكلام ده. فرحت إنه قال لي في تعامل تاني، يعني الموز ده هيبقى رايح جاي. قلت له وده بيتك ومطرحك، في أي وقت أنت عايز تعال. ومن يوميها توالت عليا الزيارات، إشي بي ام دبليو، وإشي مرسيدس، وإشي جاكوار، وإشي فيراري، وإشي رونج روفر. الشخص ده كل ما يجي عندك بيجي بعربية شكل، غير إنه بعت لي ناس من طرفه بكل العربيات اللي أنا قلتها لكم دي. الورشة بتاعتي بقى فيها حركة، بقى فيها شغل، بقى فيها فلوس الحمد لله. وفعلا ابتديت ألم فلوس العملية بتاع بابا، بس لسه ما كملتهاش، بس قريب إن شاء الله. غير الناس اللي حوالينا بيجوا، ده اللي بيصلح عجلة، ده يصلح مش عارفة ايه. وانا خلال الفترة دي كلها بصلح في زوبة بتاعت سارة. تقريبا على فكرة يا جماعة غيرت لها كل حاجة. انا عملت عربية جديدة من العربية القديمة، جبت لها موتور جديد، جبت لها قطع غيار تانية، كل ما يتوفر معايا قطعة أو مركبها لها لغاية ما خلصتها. فلما جه سليم، على فكرة نسيت أقول لكم إنه قال لي إنه اسمه سليم، عنده يجي 30 35 سنة كده، ده اللي أنا عرفته عنه. وباين عليه من عيلة ميسورة الحال، مش زينا يعني. جه سليم كده، هو باين عليه حزين، مش حزين، باين عليه مشغول البال كده. وأنا قاعدة أنا وهو بنشرب كوباية الشاي، قلت له مالك يا سليم بيه؟ باين عليك إنك في حاجة شغلاك. قال لي والله يا نور فعلا شوية مشاكل في الشغل. وهو بيكلمني بص على زوبة، زوبة قدام المحل، دهنتها دهنة جديدة، عملت لها كل حاجة، بقت عربية جديدة جديدة لانج كده. قال لي لحظة لحظة نور، مش هي العربية اللي كانت شكلها عاملة حادثة ولا حاجة وقديمة قوي، هي دي؟ قلت له اه هي دي زوبة، عجبتك؟ قام باصص لي وضحك. زوبة هي لها اسم؟ اه، اي عربية بتيجي عندي هنا بيبقى لها اسم، دي زوبة بتاعت صاحبتي. بص لي كده، صاحبتك؟ الصديقة يعني صديقة. يا عم وانت بتبرر لي ايه؟ ما كلنا شباب مع بعض وعارفين اللي فيها. لا والله فهمتني غلط على فكرة يا نور، بقى ما تدققش، ما علينا. والله انت شكلك شخص كل مرة بتبهرني عن المرة اللي قبلها. يعني بتفهم في الحاجات دي، في العربيات الانتيكة القديمة وشغلها والحاجات دي. اه انا بفهم في كل بص اي حاجة بتخص العربيات انا رقبتي سدادة. على فكرة انت ما تعرفش ان انا دكتورة بتعالج العربيات، انا بحس بيهم، بعتبرهم مش اشخاص زيهم. قام ضحك وقال لي دكتورة العربيات؟ اه انا دكتورة العربيات. طبعا انا قلت له دكتور مش دكتورة ها. قال لي المشكلة اللي عندي في الشغل ان في اسطى كان معانا في الشغل، ويعني بقاله 20 سنة شغال معانا، بس عنده شوية ظروف فاستقال من الشغل. قلت له شغل ايه؟ قال لي ما انا عندي معرض عربيات انتيكة من اللي هي بتشارك في المعارض العالمية وبتروح متاحف، يعني عربيات اللي بتتباع بملايين. بصيت له كده، يعني انت عندك معرض عربيات وما قلتليش؟ لا مش معرض عربيات عادي، انا عندي معرض عربيات انتيكة من ضمن الشغل اللي عندنا. بصيت له كده، من ضمن يا اخويا؟ ضمن الشغل، ما علينا، المهم انك عندك معرض عربيات. عشان كده كل يوم تجيب عربية شكل، هم دول العربيات بتوعك؟ بص لي سليم وقال
قل أعوذ برب الفلق يا أخي، اقرأ القرآن وقول بسم الله من جوه. والله ما بحسدك على فكرة، ما أنا كمان رجولة أعمال يعني، ما أنا كمان بيجرى. أنا ابتديت أدخل وأخرج في الكلام، الواد هيهرب. أنا قصدي أقول لك إن والله ما بحسدك على فكرة، بس بسألك. المهم أنا دلوقتي بدور على حد يشتغل مكان الواد ده. استنى استنى يا نور، أنت محتاج فلوس؟ رديت عليه وقلت ومين مننا ما محتاجش فلوس يا أستاذ سليم؟ لو محتاج فلوس وفلوس كتيرة قوي، تعال اشتغل معايا. اشتغل معاك فين؟ في المعرض بتاعي. انا شفتك عملت ايه في زوبة دي. انت لو صلحت العربية اللي عندنا هتكسب دهب، ولو كنت شاطر فعلا انت هيبقى لك شأن كبير معانا في الشغل. بصيت له وقلت لا، ابويا مش هيسيبني اروح في حتة. بصلي باهتمام. ابوك؟ اه بابا ما بيسيبنيش اخرج في حتة. بابا؟ هو انت اللي زيك لسه بيقول بابا؟ انا متعود وانا صغير بقول له بابا، فيها ايه دي؟ هو مش بابا يعني؟ بابا يا اخويا بابا، بس ايه استرجل معانا شوية ها، استرجل، ده انت قسط قد الدنيا. ما علينا. كلم ابوك وقول له على العرض اللي انا هديهولك ده. وقام قايل لي مبلغ وقدره، مرتب شهري. انا الصراحة عيني زغلله ومشيت ان انا بنت اساسا، وقلت هغامر واروح. بس بابا مش هيسيبني اكيد، انا متأكدة ان بابا مش هيسيبني. اقنعه ازاي يا ربي؟ المهم سليم ساب لي رقم تليفونه وقال لي لما تغير رأيك اتصل عليا، انا اليومين دول هكون مشغول واحتمال اسافر. قلت له توصل بالسلامة يا سليم بيه، وانا لما يكون عندي جديد هرن عليك واقول لك. وفعلا سلمنا على بعض وقام خد بعضه ومشي. يوميها طلعت وانا بالي مشغول، قاعدة وبفكر في الموضوع. بابا بصلي وقال لي في ايه يا بنتي؟ انتي بتفكري في ايه؟ في حاجة يا بنتي؟ لا يا بابا والله، بس انا جاني عرض شغل، والصراحة عرض مغري يا بابا، عرض ممكن يأمن لنا كل اللي احنا محتاجينه. عرض ايه يا نور؟ اوعي تنسي نفسك، انا سايبك في الورشة، انت تحت مني اهو، تحت من البيت اللي انا فيه، وساعات بقعد في القهوة وباصص عليكي وقلبي بيكون عليكي يا بنتي. عرض ايه اللي انت بتقولي عليه؟ بصي يا بابا يا حبيبي، شفت سليم بيه اللي انا بحكي لك عنه؟ اه يا بنتي، الواد اللي بيجيب لك عربيات وبعت لك زباين كتير ده، كتر خيره، ماله؟ وحكيت له الحكاية. بابا رفض، قال لي انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ عايزة تروحي تعيشي في مكان تاني وتيجي مرة في الأسبوع؟ وانت فاكرة نفسك ولد ولا ايه؟ قمت بص عليه. بص يا بابا يا حبيبي، اسمعني بس، اسمعني انت وانت هتقتنع والله. انت شايفني اهو مع سارة، خافت كل المعالم اللي عليا. انا هروح شهرين، بص بالكتير 6 شهور، ألم المبلغ اللي أنا محتاجاه وأحط الاستقالة بتاعتي، ويا دار ما دخلك شر. بابا عسلك معايا ومرضيش. فضلت من هنا لهنا زي عوايدي يعني، ألف عليه من هنا يجيني من هنا، أدخله من هنا يجي. احنا بنتكلم لغاية ما دخلت سارة. سارة قالت لنا سلام عليكم. وعليكم السلام. أصل سارة بقى معاها المفتاح يا جدعان، بقت عايشة معانا في البيت. للأمانة يعني كتر خيرها، هي اللي بتجيب لنا طلبات البيت، هي اللي بتجيب تموين الشهر، هي اللي بتطبخ، هي اللي بتعمل كل حاجة. بابا بيطبخ لنا بس لما بيكون ما بيكون تعبان أو هي معاها وقت، بتروح مع أخت الدروس، بتشتري لها الهدوم. قايمة بالواجب وأكتر، ونعم الصديقة. المهم مالكوا يا جماعة بتتناقشوا في إيه؟ حكيت لها الموضوع وقلت لها على المبلغ، عينيها زغلله. قالت له بص يا حاج، أنا معاكوا أهو، وإن شاء الله بعون الله بعون الله نور مش هيحصل لها حاجة، وبعدين القاهرة كلها ساعتين أو أقل ونكون عندها لو حصل حاجة. بابا تلمينا عليه احنا الاتنين لغاية ما وافق.
بس طبعا وضع شروط، إن أنا لما أروح هناك لو كان في سكن مع الشباب مسكونش معاهم، وقال لي مش هخليكي تروحي غير لما أشوف سليم بيه وأكلمه. قلت له ولا عليه يا بابا، عناية الاتنين. نمت يوميها فرحانة قوي الصراحة، عشان هكون جنب الراجل الواد الجدع ده سليم اللي دخل خاطري، دخل قلبي وحياتي من غير استئذان. صديقي الصراحة، أنا بعتبره صديقي. مز كده الواد مز الصراحة، بس زي أخويا، عيب عليك، وأنا ما بصلوش غير كده. أو كده كنت بفكر. ما علينا. تاني يوم أنا شغالة، قلت لحسام بص يا حسام، أنا جاني عرض شغل وأروح أشتغل لي شهرين 3 4 بالكتير وهرجع. الورشة هتبقى في أمانتك، هتشتغل واللي يجي تشيل منه فلوس الإيجار وقطع الغيار واللازم منه والباقي بتاعك. قال لي ما تقلقش، أنا موجودة أهو. الصراحة أنا شايفة حسام وسارة بينهم نظرات، شكلنا هنحتفل بيهم قريب، بس أنا عاملة نفسي عبيطة. ما علينا. قال لي ما تقلقش، رقبتي سدادة يا اسطى، أختك وأبوك فوق راسي. قلت له ده المضمون منك يا صاحبي. شلت التليفون بتاعي، كان عندي تليفون اللي هو عارفين نوكيا القديم ده. ما علينا. دخلت الرقم بتاع سليم بيه واتصلت عليه. ألو، أيوة يا سليم بيه، أنا نور. نعم يا نور، ازيك عامل ايه؟ والله كنت هاجي عندك النهاردة على فكرة، أنا لسه جاية من السفر. الحمد لله على السلامة يا سليم بيه. بص أنا كلمت أبويا، هو وافق، بس بشرط إنه عايز يكلمك ويتفق معاك على شوية حاجات وبعدين أسافر معاك. ياه بجد؟ خلاص النهاردة هاجي وأشوف والدك ونقعد مع بعض ونشرب كوباية شاي، ويا سيدي يقول اللي هو عايزه. ماشي يا سليم بيه، أنا مستنيك أهو، اوعى ما تجيش. لا هاجي إن شاء الله بإذن الله. وعدى اليوم وجات الساعة 7 المغرب كده، أشوف لك عربية جديدة لونها أسود، مرسيدس. آخ، ما علينا. إن شاء الله بكرة أبقى غنية ويبقى عندي عربية زي دي. ما علينا. نزل منها سليم وهو شايل شنط. أنا مستغرب الشنط دي فيها إيه. سلم عليا سلام رجولي وقال لي اتفضل، حاجة بسيطة. بصيت له، حاجة بسيطة إزاي؟ ببص من فوق، يعني كرامتي مستمحلي أفتش في الأكياس، فشكله جايب شوية هدايا، هدوم وحاجة كده. ما علينا، لما أطلع فوق أبقى أشوف. قلت له اتفضل يا سليم بيه، وقعد في الكرسي اللي في الورشة. قلت له اديني دقيقة أطلع أجيب الحاج واجي. قال لي اتفضل يا نور. وفعلا طلعت فوق وقلت لبابا بابا سليم بيه هنا، تعالى نزله. نزل معايا بابا، سلم على سليم، حسيت انه ارتاح له. بابا ارتاح لسليم بيه. المهم قاعدين يتكلموا، وعرف ان بابا كمان اسطى وهو اللي علمني، وقاعدين يتكلموا في شوية حاجات. سليم بدر بالكلام وقال أمر يا حاج، نور قال لي انك عايزني. اه يا ابني. بص يا ابني، انا عايزه اقول لك كلام ما تفهموش غلط. أمر يا حاج، الامر لله يا بيه. ابني نور عمره ما راح في حته وانا مش موجود فيها، وانت شايف، رغم انه جدع وقسط قد الدنيا وشغله ما يختلفوش عليه اتنين، بس على نياته وضعيف البنية. وناس كتيرة يا ابني بيشوفوا فيه بصة مش تمام. انت عارف انا اقصد ايه. وزماننا ده مبقاش حد بيفرق بين بنت وولد، حتى الولد بقى يطمع فيه. معلش يا ابني سامحني على الكلام اللي انا بقوله. سليم بصله وقال معاك حق يا حاج، معاك حق، بس ما تقلقش، المكان اللي هو هيروحه ده مكان محترم وفيه ناس محترمة، وانا ابنك ده في العندي قبل العندي. نور ده صاحبي، ده مش بس قسطة باجي اصلح عنده. ربنا عالم قد ايه ان انا بعتبره صاحبي. انا ملياش اصحاب يا حاج،
بس ابنك أصغر مني أساسا، وبعتبره صاحبي اللي ما عنديش. وده المضمون فيك يا سليم بيه. سليم بيه إيه يا حاج؟ إحنا بقينا عيلة واحدة. قولي سليم عادي. ماشي يا سليم يا ابني، نور في أمانتك ها. ولو بدل منه أي حاجة، بالله عليك جيبه من المكان اللي انت خدته منه، واحنا مش عايزين أي حاجة. يا حاج ما تقلقش، والله والله ما تقلقش، هعتبره زي أخويا الصغير. هو فعلا دلوقتي زي أخويا الصغير. أي حاجة هو عايزها أنا رقبتي سدادة. وراح سليم، وطلعنا احنا على شقتنا على موعد. بكرة إن شاء الله هسافر معاه القاهرة. طلعت بفتح الشنط، لقيته جايب حلويات وشوكولاتات، وجايب تيشرتات رجالي اوفر سايز كبيرة قوي من الماركات اللي انا بلبس، على اساس ان انا بلبس براندات، يعني ما يعرفش ان انا بلبس تيشرتات ابويا. وكاب، وكان واحد اديداس واحد نايكي. المهم جايب شوية حاجات، انما ايه، وجايب لابويا قميص وحاجة. جايب شوية حاجات باين عليها غالية قوي، فرحت بيها الصراحة. تاني يوم جهزت نفسي، وجي سليم ورايا وخدني ومشينا. أول ما وصلنا على المكان اللي فيه الشغل، كان عبارة عن معرض كبير قوي، وكله إزاز، وفيه عربيات أنتيكة اللي هي القديمة دي، اللي بتلاقيها في المتاحف وبتدخل مسابقات في معارض. الحاجات اللي هي لو عايز تلمسها لازم تكون لابس جوانتي. والمكان بيبرق لانج كده، وفي موظفين استقبال، وفي شباب لابسين يونيفورم. أول ما رحنا جم كلهم بيسلموا على سليم بيه. شكلهم مش بيعتبروه بص بتاعهم، لأ، واخدين عليه زي أخوهم كده، بس في حدود طبعا. عرفني عليهم وقال لهم ده اللي هيكون مكان هشام اللي راح، الواد اللي كان قبل مني، أو الراجل اللي كان قبل مني، ده راجل كبير. ها، نسيت أقول لكم إن أنا أصغر واحد في المكان ده، بس أنا اللي هكون المدير المشرف عليهم، يعني أنا اللي هكون، كلهم هيكونوا تحت إيدي. سليم قال لي كده. لا وإيه، وفاكرني راجل ولا إيه؟ هو هيعرف منين إنها بنت؟ اسكتي يا هبلة، ما علينا. سلمت عليهم وتعرفت عليهم. سليم كان شايل الشنط بتاعتي، أهو الشنطة بتاعتي في شنطة واحدة وشنطة الظهر. فالشباب اللي هناك مستغربين إنه شايل لي الحاجة وكده، وبيعاملني معاملة خاصة. فجي واحد اسمه راشد، قام حط ايده على كتفي وقال لي: من النهاردة يا نور انت صديقي، متقاربين في السن، وهتقعد معايا في نفس الأوضة. سليم بيه حسيت ان وشه بقى احمر، ونظرته اتغيرت من الضحك والهزار للجد. لا يا راشد، نور هيسكن في السكن بتاعي، وبعدين شيل ايدك من عليه، احنا جايين نهزر هنا ولا ايه؟ انا استغربت، هو بيكلمه كده ليه؟ وبعدين راشد اكيد شايفني ولد قدامه يعني، فما اديتش للموضوع اهميه. قام بصلي: وانت تعالى قدامي هنا. ماشي يا سليم بفيه، مالك؟ مفيش، يلا اتفضل. واحنا ماشيين، انا قدامه وهو ورايا، وبشوف ان الموظفين بيبصولنا بطريقه غريبه، وراشد اتبسم ابتسامه ما تعرفش ايه هي ولا يقصد بيها ايه. المهم طلعنا فوق المعرض، في الدور اللي فوق هناك، في السكن بتاع الموظفين العمال اللي هناك. دخلنا على أكبر غرفة في السكن ده كله. غرفة فيها غرفة نوم وملحق فيه كنبة، فيه ترابيزة وتلفزيون وتلاجة صغيرة ومايكروويف، والحمام هناك. كل المكان مجهز، باين عليه بتاع حد كبير هنا. بعدين هفهم انه السكن ده بتاع سليم بيه، بيجيله او بيدخله كل ما يبقى عايز يرتاح وكده، بس مش ده، هو مش عايش هنا، هو بس ده المكان المخصص ليه لو تعب او عايز يرتاح فيه، او عايز ياخد دش او اي حاجة.
واللي فهمته بعدين إن الأستاذ سليم أو سليم بيه عنده شركات ومصانع في مختلف المجالات، يعني راجل كبير قوي هو وأبوه، يعني عيلة كبيرة ما شاء الله. ما علينا. بنروح عند سليم وهو بيفكر بينه وبين نفسه: أنا إيه اللي بيجرالي ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. هو أنا ليه اتضايقت لما راشد حط إيده على نور؟ وبعدين نور ده ليه عامل كده؟ ليه كده؟ إيد ناعمة ووشه تقاطيعه صغيرة، وعينيه مش عارف أفسرها الصراحة. عينيه في حاجة غريبة. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا 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 لا. سليم، انت مش كده على فكرة، انت راجل وسيد الرجالة، الموضوع ده لازم يوقف هنا. ولو حط ايده عليه. وبعدين لما قال لي ان انا، لما راشد قال انه هيسكن معايا في الأوضة، انا ليه اتضايقت وجبته للسكن بتاعي؟ انا طول عمري ما بحبش حد يقعد معايا في نفس الأوضة، انا بقرف من الناس اساسا. ليه ما بقرفش من الواد ده؟ القزعة ده اما هيطلع مني حاجة مش تمام. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. وبصلي سليم بعد ما كان بيفكر، مش عارفة كان بيفكر في ايه وبرطم في ايه، بصلي وقال: استريح يا نور هنا، انا طالع مشوار ورايا شوية شغل، وما تخرجش، ما تخرجش عند الرجالة بره، النهاردة مش هتبتدي شغل، والاكل انا هجيب معايا اكل. بصيت له كده: ليه يا سليم بيه؟ ما تخليني اتعرف على الشباب هنا، وبعدين هم قالوا ان في كافيتيريا تحت بيتغدوا ويتعشوا فيها، سيبني اقعد مع العمال. انا بقول له كده مش عايزاه يعني يتقل بيا او حاجه، هو صاحب الشغل في الاول في الاخر. قام بصلي بصه غريبه كده وقال لي: على فكره يا نور، انا في وقت الجد محبش حد يهزر معايا او يعيد الكلام بتاعي مرتين، انا قلت لك هتقعد هنا يعني هتقعد هنا. بصيت له وقلت له: وانت دلوقتي بتزعق لي ليه؟ انا عملت لك ايه؟ ما بزعقش يا نور، بس على فكره انا هنا كله بيسمع كلامي، ما ينفعش انت تكسر كلامي قدامهم. خلاص قلت اقعد استريح هنا، وانا بالليل هاجي واجيب معايا الاكل. قلت له ماشي، حاضر. هو راح، انا قمت شايل هدومي من الشنطة وداخل على الحمام عشان اخد دش. طول النهار وانا لابس الهدوم دي، وطبعا دخلت معايا كل حاجة عشان ما ينفعش اطلع بره واغير هدومي. اخدت الدش بتاعي وظبطت نفسي وظبطت الباروكة بتاعتي ودخلت في السرير. بكتر ما كنت تعبانة بقالي كتير ما نمتش نومة متهنية، رحت في النوم. وانا نايمة بحس انه كأنه حد واقف فوق راسي، حد بيحط ايده على شعري من فوق الباروكة، في نفس. بس في وسط النوم فاكر نفسي بحلم او حاجة، في حاجة كده، ما علينا. المهم بعد شوية صحي وانا بشمشم، اصل عندي مناخير بتلقط الريحة من على بعد اميال، خصوصا لو كانت ريحة الاكل. الله، دي ريحة البرجر اللي أنا نفسي فيه بقالي زمن، خصوصا من ماركة معينة، بس ما كنتش أعرف أجيب منه ساندويتش، أصله غالي وابن الكلب. ما علينا، بس النهاردة أنا شامة ريحته. عمالة شمشم، فتحت عيني كده ورحت على الترابيزة، لقيت فعلا سندوتشات برجر وبطاطس وبيبسي وسلطة، لسه كل حاجة متكيسة في العلب بتاعتها. الله يا رب يا ما انت كريم، لو كنت بحلم ما تسيبنيش اصحى من الحلم ده لغايه ما اكل السندوتش. طلعت واحد سندوتش وانا عماله ادخل في بقي. فجاه كده حد خارج لوي عليه الفوطه وعريان من فوق، وشعره بينقط ميه على عضلاته. قعدت اكح لغايه ما طلعت الاكل من بقي. فجاه كده بصيت، رمشت بعيني مرتين وقمت مديها ظهري. انت بتعمل ايه؟
في ايه يا نور؟ انت عمرك ما شفت راجل قدامك بيستحمى ولا إيه؟ وانا عمالة اقول جوايا وربنا ما شفت، وربنا عمري ما شفت راجل اصلا من غير ابويا، وابويا مش بيخرج كده قدامنا. بص يا سليم بيه، انا انسان ما بحبش اشوف كده. البس هدومك. بطل هزار بقى يا نور وكمل اكل. لفيت كده لقيته قلع الفوطة قاعد بالبوكسر. يا سليم بيه بالله عليك بقى البس هدومك بقى، البس هدومك بقى ولا بص انا هشيل هدومي واروح اقعد مع راشد في السكن. انا قلت له راشد؟ هو رفع صوته. انت ما بتفهمش يا بني ادم انت، بقول لك مش هتخرج من الغرفة دي. خلاص انا رايحة اغير هدومي. ودخل فعلا لابس الترنج بتاعه، بس حلف ما يلبس التيشيرت اللي فوق. وانا وشي بقى احمر والحرارة طلعتني من صوابع رجلي الصغير. المهم اكلنا وقاعدين بنتكلم كده، فجأة كده بصلي سليم بيه وقال لي: هو انت ليه كده؟ كده ازاي يا سليم بيه؟ هو انت ليه قزعة كده وبشرتك ناعمة، ما شفتلكش شعراية لا في شنبك ولا في دقنك؟ انا انا من صغري وانا كده يا سليم بيه، من صغري تعبت ان انا احلق وشي عشان يطلع لي شعر ما طلعش، اعترض على حكم ربنا؟ لا بس انت شكلك غريب كده، معلش سوري يعني. بس قام مسك ايدي بين ايده وقال لي: ولا ايدك الصغيرين دول والله ما يتقال عليهم ايد راجل. انا شفته عمال يلمس في ايدي، خلاص حسيت بالكهرباء، جسمي نمل، احاسيس غريبة. اللي هو انا عمري ما احتكيت بحد، رغم ان انا بلعب كورة مع الشباب، رياضة في الورشة، مع ابويا دايما في القهوة، بس مش بالقرب ده. قمت ناطرة ايدي من ايده. بس يا سليم بيه، بس اعترض على حكم ربنا، ربنا خلقني كده، وبعدين انا لسه 20 سنة، لسه في مرحلة النمو. قلتها بكل فخر. قام باصص لي كده وهو بيضحك: في فترة النمو يا اخويا، في فترة النمو. قلت له: على فكرة انا عاجبك قوي، انا من طول عمري وانا بدخل جيم بلعب كاراتيه وتايكواندو. بجد؟ بتلعب كاراتيه وتايكواندو؟ على فكرة انا كمان، انا واخد ميداليات كتير في المصارعة الحرة وفي تايكواندو وفي البوكس. بصيت له كده: بجد يا سليم بيه؟ اه، انا على فكرة انا معايا الحزام الاسود. بقولها له وانا بكل فخر. فقام باصص لي كده وقال: تيجي نلعب ماتش؟ ماتش ازاي؟ ماتش مصارعة. لا 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 لا، انت اطول مني واضخم مني، كده الماتش مش هيكون عادل. انا عايزة اتهرب منه بس. بصلي وقال: ما تقلقش يا سيدي، هخلي لك الحركات الاولى بتاعتك، ولا انت خايف؟ بصيت له كده: انا ما خافش غير من اللي خلقني، بس ما ينفعش. قعد يقول لي كده، فانا كرامتي نقحت عليا: قوم يا سيدي قوم نلعب ماتش وانا اخاف منك يعني؟ جيت اديله اول ضربة، قام مسك رجلي ولففني وقعني على السرير ووقع فوق مني. عارفين حصل ايه؟ شفايفه جت على شفايفي. تسمر الوقت في مكانه، انا خلاص اتجمدت مكاني، السقعة طلعت من رجلي لغاية راسي. هو ما فهمش ايه اللي حصل، قام بسرعة وبيقول لي: معلش، حادثة غير مقصودة. وانا بصيت له كده: ما حصلش حاجة، بس انت انا رايحة الحمام. وسبته ومشيت. سليم، عند سليم وهو بيفكر: ايه اللي حصل ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. لا انا قلت القزع ده هيخرجني عن طوعي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ايه اللي بيحصل ده؟ انا من طول عمري راجل، ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ لا وايه، انا من طول عمري بقرف. ليه لما جت شفايفه على شفايفي انا حسيت ان انا مستمتع؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا 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 لا.
أنا من النهاردة هلاقي حل للموضوع ده. بعدها بساعتين كده واحنا بنتعشى، سليم قال لي: أنا هسافر اليومين دول، مش هكون هنا. خلي بالك من نفسك، وما تنساش أبوك موصيني عليك. ما تعملش حاجة تخليني أخلف بوعد لأبوك. وكن راجل، ها، واسترجل شوية. بلاش الحركات اللي انت بتعملهم. بصيت له وقلت: حركات ايه اللي انا بعملهم؟ انا ما بعملش حاجة على فكرة، شغال وشغلانتي زي الفل. فكرتني في الشغل. شفت العربية اللي تحت؟ مالها؟ الفولكس فاجن دي. مالها يا سليم بيه؟ دي بتاعت جدي. عارف لو صلحتها ابويا هيديك حاجة عمرك ما كنت بتحلم بيها. بجد يا سليم بيه. وربنا وربنا الأسبوع الجاي العربية دي هتكون عروسة وشغالة. ماشي يا نور، وأنا هشوف الموضوع ده. تمام يا سليم بيه. ها يا نور، ما تخلينيش أندم إن أنا جبتك هنا وإن أنا أمنتك على شغلي. بلاش ضحك وهزار بايخ. بلاش تكلم الواد راشد ده، كلمه في حدود العمل. وربنا يا سليم بيه أنا بكلمه في حدود العمل. أنت في إيه؟ سلم عليا. ونسيت، قبل ما يتحرك قال لي: أنا جبت لك حاجة على فكرة. بصيت له كده: جبت لي ايه؟ جبت لك تليفون يا سيدي. وما انا معايا تليفون اساسا. لا، انا جبت لك تليفون تاتش جميل عشان تتصور بيه وتكلم اختك وابوك وتشوفهم كده كاميرا. الله، حلو التليفون ده قوي قوي، ولونه كمان ابيض. ده نيرة اختي هتعشقه. خلاص هديه لنيرة وانا هشتغل بتليفوني عادي. قام باصص لي سليم بيه وشكله اتعصب. على فكرة، أنا التليفون ده جبتهولك أنت، ما جبتوش لأختك. لما اديك حاجة خدها، ما تتبرعش بيها لحد. فأنا اتضايقت. هو بيقول كده، بس سليم بيه بعد ما استوعب الشخطة اللي هو شخطها ده رجع في كلامه وقال له: قصدي يعني ده أنا جبتهولك. ساعات بكون مسافر وببقى عايزك تصور لي حاجة من المعرض، أصور لك أنا حاجة وكده، يعني في نطاق الشغل. ويا سيدي لو على نيرة أختك، أنا هجيب لها تليفون لونه بينك بناتي جميل عشان تعرفي تتواصلوا. بصيت له كده: وتجيب لها أنت ليه؟ أنا أول ما هقبض الشهر ده هشتري لأختي تليفون، مش محتاج منك تجيب لها تليفون. أصلا أنا اتضايقت إنه شخط فيا. هو قال لي: وأنا قلت لك مليون مرة يا نور إن أنا كلامي ما بعيدوش مرتين. وبعدين دي هدية النيرة ده زي أختي، مالكش دعوة أنت. بس اعمل شغلك على كما يجب، والعربية ابتدي فيها شغل اليومين دول. بعد أسبوع هاجي وهنشوف بقى شغلك، وساعتها هنروح احنا الاتنين عند الحاج. قصده على بابا يعني. ما الأسبوع الجاي هروح بيتنا. قلت له: ماشي يا اسطى، سلام سلام. وهو راح على الوجهة بتاعته وأنا قعدت في المعرض. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من قصتنا، لكن الحقيقة لسه ما بدأتش. يا ترى إيه اللي هيحصل بين سليم ونور؟ وهل المشاعر دي هتفضل مخفية ولا هتظهر في الوقت الغلط؟ اكتبولي في الكومنتات لو كنتوا مكان سليم، هتواجهوا مشاعركم ولا هتفضلوا ساكتين؟ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان توصلكم باقي القصة أول ما تنزل. واستعدوا جامد، لأن الجزء التاني هيكون هو الأخير إن شاء الله، وفيه مفاجآت ما تتفوتش. نشوفكم قريب. سلام.